السلام عليكم حبايب. اليوم عندنا الكريب والخبز المحلى اللي مشهورة به، طبعا هو فرنسي، نوع من انواع البانكيك. راح تشوفون الطريقة مالته سهلة كلش وطيب كلش، وراح تشوفون هسه راح اشرح لكم بالتفصيل. كوب طحين، هاي كوب طحين اخليه هنا، وعندي هنايا شكر خاشوقة وشوية فانيليا، هاي الكمية تقريبا ملعقة كوب، أقل من ملعقة كوب، ورشة ملح. أخليهم ويا الحليب. راح نضربه. عندنا حليب راح نضيف له، الحليب راح نضيف له نفس القدر مال الكوب مال الطحين. هاي شوفوا نفس الجلاس، ويا بيضة ونص وجلاس ونص حليب، يعني هيج. بس شنو هو؟ أول مرة أمزج البيض والحليب سوية، والطحين والشكر والفانيليا سوية، ويا ملعقة زبدة. بس هذا الطحين خلاص. هسه عندي هنا راح امزج الحليب والبيض والزبدة، خاشوقة زبدة وياه. هاي كوب ونص حليب، نفس الكوب، واخلي وياه البيض. هذه نضرب بوحدة. هذا الكريب الخبز المحلى، اذا تريدوا مالح نفس الكمية بس شوية انطوه ملح بعد، ولا تخلون شكر. تقدرون بيه تسوون سندويشات مورتديلا او دجاج او اللي يعجبكم، جبن. هسه هذا الطحين ضفته زين. هسه انا راح اسويه مباشر، بس هو ورا ما تسووه تشوفون العجينه مالته تخلوه نص ساعه بالثلاجه، بعدين ورا راح تقلون. هسه عندنا هذا راح نضربه، يكون ضرب سريع. نضيف له الزبد، ملعقه كل زبد تذوبوها وتخلوها وياه. ضربوه لحد ما يتجانس. جانس عندي. هسه اضيفه هنا، حتى احصل عجينة الكريب تكون خفيفة. هاي الخلفية مالتي، بس تضربوها بحيث ما تبقى مفصصة، حتى لا تتعبكم بالقلي او تبين الطعم مالتها. بالمناسبة انا هسه راح اقليها مباشرة على مود تشوفون الطريقة، لان هاي المفروض تخلوها نص ساعة بالثلاجة بعدين تقلوها. وراح تشوفون طريقة القلي مالتها والحشوة. راح اسويها بالموز واسوي بالنوتيلا، بالموز والعسل وبالنوتيلا. ضربوها زين حتى لا تبقى الصوص مال الطحين بيها. طحين صفر اكيد. بالمناسبة هاي الفيديوهات خاصة على صفحة الشيف محمد الربيعي على الفيسبوك، للي يسرقون. الفيديوهات ما يذكرون احد. صفحة الشيف محمد الربيعي على الفيسبوك يلقون بيها انواع الحلويات، الاكلات، المعجنات، مقبلات، مشاوي، والاستفسارات ان شاء الله ما قصروا ويا احد، اذا كانت عن طريق الرسائل او تعليقات. هسه هذا صار عندي الخليط جاهز ومتجانس. هسه راح تشوفون الطريقة مالته بالقلي. هسه هذا كامل عندي. هسه هاي الطاوة عندي التيفال تكون ناعمة على مود تصير ما يلزق بيها الكريب، وراح اخلي بيها شوية زيت
بس شوفوها هسه هاي النار راح اعليها شوية تحمل بحيث هيج شوية زيت وامسحه. شوف الطريقة مالته سهلة. هسه هاي الكاسة، هاي شمشة واحدة تكون كافية هيج. هاي الشمشة مالته واحدة كافية تخلوها عليه هيجي. سووه هيج هيج على مود ياخذ استقرارها. نصيت النار شوية بس تلزم راح تبين. هاي الزايد طلعوه يكون هذا الشكل مالته سوا راح يلزم يبين. تندهن الطاوة مثل ما قلت لكم تيفال تكون وتكون شطح افضل، يعني كل ما الطاوة تكون شطح افضل تستعملون هاي الشفرات هيجي حتى تقلبوها. ما راح تطول يعني شوية تستوي. يعني شفتوا العجينة مالتها خفيفة تكون كلش، واذا تكون بالثلاجة تكون افضل نص ساعة وبعدين طلعوها تقلوها. شوف الشكل هسه بدت هلا شوف تقوم تلزم الايد يعني. بس المهم طبقة خفيفة تكون بالمناسبة، يصلح للإفطار، يصلح للسندويشات بالكريب المالح لأطفالكم بالمدارس. شوفوا هذا الوجه ماله يعني يكون هيج. اوريدي استوت هسه هي، بس يتحمر الوجه الثاني بعد. شوفوا هذا الوجه الثاني راح ارجع اخليها هيج. او الخبز المحلى الفرنسي انا طفيت النار عليه انا هسه. تقدرون تخلون بيضتين وهي المقادير راح اضيف لكم اياها. انا سويت بيضة ونص، انتم تقدرون عادي تخلون بيضتين وقلاص طحين وقلاص ونص حليب سائل ويا الفانيليا والشكر وشوية ملح تخليها مع الطعم مالتها. هسه شوفوها هسه هي ما بيها خلاف، صارت وخلصت شكلها يكون وهي مستوية يعني. شفتوها هاي هسه هاي عندنا استوت. اطلعها اسوي ثانية نفس الشي، مسحة زيت كلينس، شوية زيت او زبدة بكيفكم يعني. تلمس الطاوة تكون حارة مو مثل اول مرة، فتوخروها عن النار. هسه هاي الشمشة اخذت من الخليط. شوفوا هيك يسووها
فروها على الطاوة حتى تاخذ استقرارها بطبقة مناسبة. هيج ما راح تلزق. المهم تكون طاوة ناعمة يعني توتيفال يفضل إلها يعني. بالمرة الثانية راح تكون الطاوة حامية. حاولوا يعني تشيلوها من النار شوية لما تقلبوها ترجعوها. هيك حركها أنا هيك يعني وقلبها بنفس الوقت. استواها شلون تصير؟ قربت على الاستواء، تستوى أصلا. بالفطور كلش طيبة يعني تتريقون بيها فالشي أحبها هواي يعني. هسه هاي هيجي استوت. بس مثل ما قلت لكم الأفضل إنه تسوون العجينة مالتها تخلوها بالثلاجة فد نص ساعة، بعدين تقلوها بهاي الطريقة مسح بدون زيت، يعني زيت قليل أو زبد قليل مسح تشيلوها. هسه راح تشوفون الطريقة مالتها حتى تسلكون وياها. هذا الموز راح اخليها اول وحدة فطاير، العفو كريب بالموز والعسل. هاي هسه تقدرون اشكال فواكه، فراولة، نوتيلا. انا هسه اليوم جبت كريمة البندق وياها كريمة الحليب المخفوقة. هاي عسل، شوف هاي العسل ينزل هنا هيج. وعلى الموز طيبة بشكل بالمناسبة يعني. هاي عندنا أول فطيرة. هاي شلون تكون. هاي أول وحدة. هاي الأولى. الثانية راح أسويها بكريمة البندق. كريمة البندق والكريمة المخفوقة. هاي مثل النوتيلا يعني عادي تقدرون انتم تسووها بنوتيلا.
تخلون إياها قطع موز أو تريدون بوحدها أو فواكه شنو تحبون أنتم تقدرون تخلون بيها. هسه هاي الموز قطعتين كافية وياها. اما الحشوات فالحشوات كيفكم يعني، هاي شي راجع لكم انتم شنو تحبوها سووها. بس انا هاي يعني اللي احبهم انا سويتهم، هاي الحشوات الاثنين اللي احبهم. هاي عندنا هاي يكون كريب بالعسل الفواكه وكريب بالنوتيلا. انا مني ما ضفت موز، يعني تقدرون تخلوها النوتيلا السادة او تقدرون تخلون ويا كريمة البندق او anything else او قشطة او اللي يعجبكم انتم. المهم هاي، وإن شاء الله بالفيديوهات الجاية نطرق الحلويات أكثر، وإن شاء الله تعجبكم وألف عافية.